السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكفته المشويه. هنعملها مشويه في الفرن، بجد هتبقى اطعم من اي مطعم بره. وهتبقى جوسي من جوه وطعمها بجد خطير. انا عندي هنا حوالي كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. نزلت عليهم بصلايه متوسطه مفرومه وقرن فلفل حراق، ده اختياري ممكن نشيله. وعندي برضو حوالي نص فلفلاية حمراء، فرمتها برضو. والتوابل عندي معلقة صغيرة من الفلفل الاسود من السبع بهارات. وعندي حوالي ربع معلقة صغيرة من البهارات، ورق اللورا والحبهان مطحونين. انا ببقى مجهزاهم عندي وبطحنهم وباخد منهم على طول. خدت منهم ربع معلقة. وعندي حوالي نص معلقة ملح، وعندي حوالي معلقتين من البقسماط ونص معلقة بابريكا مدخنة. وهنزل عليهم حزمة البقدونس. دلوقتي بقت صغيرة اصلا، فهي حزمة. انا استخدمت حزمة لان هما كانوا حوالي 10 عيدان مثلا او حاجة. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، دي مهمة جدا. هبدأ ان انا اخلطهم كويس قوي واتأكد ان كل المكونات اتخلطت. وهبدأ ان انا اصبع الكفتة. هستخدم عندي شاليمو كده علشان تساعدني في تصبيع الكفتة. هصبع عندي الكمية كلها. هي الكفتة متماسكة، مش بتقع من الشاليمو، يعني لو عملناها فسيخ مش هتقع من الفسيخ او حاجة. وهكون مسخنة عندي الفرن على درجة حرارة 200. هدخلها في الفرن حوالي تلت ساعة، مش اكتر من كده، يعني احنا برضو نتابعها. وهبدأ ان انا اجهز السلطة طبعا اللي لازم تتقدم جنب الكفتة. هبدأ ان انا اجهزها لغاية ما الكفتة تستوي. انا بحب اوي ان انا اعمل السلطة، بيبقى اسرع حتى في الهاند بلندر. ببشرها كده، في بشر بيبقى تخين، فالسلطة بتبقى مظبوطة ومش بتبقى مهرية او حاجة. وهبدأ ان انا احط حوالي كوباية مية، عليها معلقتين كبار خل، عليها كمون، معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة من الشطة وملح وليمونتين عصرتهم. مكونات السلطة اللي عندي كانت خيار وطماطم وجزر وبصلاية اساسي وبقدونس وفلفل. هبدأ انزل عليهم بالخليط اللي انا عملته واسيبها في التلاجة شوية. هتبقى احلى سلطة تاكلوها جنب مشويات عامة. الكفتة عندي استوت خلاص، هخرجها سخن حتة فحمة وهحطها وارش عليها زيت عشان تطلع الدخان بتاعها، واكتمه عشان بس تاخد ريحة الفحم. شايفين الكفتة حلوة ازاي بجد، وطعمها فظيع، وبالذات لما بنضيف لها الفلفل الاحمر بجد بيفرق جامد في الطعم. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.